مرحبا يا أحلى الناس. اليوم حابة أسوي لوحة أهدافي معاكم، وإن شاء الله تكون سنة 2025 خير علينا جميعا، وإن شاء الله تقدرون تحققون أهدافكم وأحقق أني وياكم أهدافي. فحابة هالسنة أشارككم الفكرة وشلون راح أسويها. السنة اللي فاتت هم سويت لوحة أهدافي بس سويتها بس بموبايلي، فالسنة قلت خليني أغير شوي وأسويها على لوحة لحتى تكون قدام عيني وأقدر أحقق أكثر بهواية من السنة اللي فاتت. فيلا نبدأ. طبعت طبعا كل الصور اللي أريد أحطهم بلوحة أهدافي، والصراحة لأنه أول مرة بروح على DM وبطبع الصور طبعتهم غلط شوية، بس عادي طبعته شوية كبير. راح أشارككم شنو هي الصور اللي طبعتها واللي أريد أحققها هالسنة. أول شي طبعته هو الفلوس. طبعا الفلوس هو شي مهم، لا حد يقول لي مش مهم، فلوس كلش مهم، فلهيج أريد أشتغل على هذا الموضوع أكتر، وإن شاء الله حالتنا تتحسن أكثر وأكبر. طبعت صورة السيارة، بس صراحة مو من أهم الأهداف اللي عندي إنه أشتري سيارة، بس طبعتها بكل الأحوال لأنه عجبتني، وسيارتي المفضلة اللي أحبها تكون لونها أبيض لهيج، مو على الماركة الصراحة. وكمان طبعت هالسنة الذهب. صراحة كلش عاجبني فكرة إنه واحد بدل ما يجمع الفلوس ويخليها على مكان يشتري ليرات ذهب، فإذا صار عندنا فلوس يمكن نشتري ذهب، ليش لا؟ حلو واحد يحلم، وإذا الله راد إن شاء الله نحقق، وإذا لا السنين اللي جاية. هالصورين راح أخليهم إلي بعدين. هاي صورة إنه أريد أخذ وقت أكثر لنفسي، والصراحة السنة اللي فاتت كلش اشتغلت على هذا الموضوع، كنت كلش أعطي أهمية للتمارين التمديد، لأنه أقعد مع نفسي، ولتمارين التنفس، وهالشي هواية يساعد على الاسترخاء، إنه واحد يتخلص من الضغوطات اللي عليه، فسويته هواية وحابة إنه هالسنة أستمر عليه نفس الشي. هالسنة حابة أركز على منتجات تناسب بشرتي وتكون زينة، وما أستخدم أي شي ما يكون. مثل ما تعرفون عشقي هو الرياضة، فحابة أرجع أروح أسجل روحي بنادي وأتمرن، لأنه السنة اللي راحت لغيت تسجيلي لأسباب صحية ما كانت تسمح لي إنه ألعب رياضة، لهيك لغيتها، بس راح أرجع عليها لأنه بتعطيني تشجيع، بتعطيني أفكار، بتعطيني استرخاء، بتعطيني طاقة كلش حلوة، وبنفس الوقت الواحد يهتم بجسمه. هذا الشي بالنسبة لي كلش كلش مهم. وطبعا السباحة هو عشقي وما أقدر أتخلى عنه، لهيك طبعت هاي الصورة لحتى هالسنة أروح أكثر، وكمان بنفس الوقت أتعلم طرق ثانية للسباحة، مو بس الشي اللي تعلمته، يعني مثل الدولفين، سباحة الدولفين، سباحة الفراشة، هيجي شغلات حابة هم أتعلمها، بشوفها إنه حلو. أو الغوص إنه لفترات أطول مما أنا تعلمته. هاي الصورة هي للكتابة، نفس الوقت للقراءة. بالنسبة لي بتجمع إنه أقرأ أكثر وبنفس الوقت أكتب أكثر صراحة، لأنه أنا كلش بحب أعبر عن إحساسي وعن شعوري بالكتابة، وكمان بنفس الوقت حابة أشتغل على شيء يخص هذا الموضوع، لهيجي طبعته، وإن شاء الله نقدر نحققها هاي السنة، وبس يتحقق راح تعرفون 100%. هاي السنة من أهم الأهداف اللي عندي الصراحة، حابة إنه أركز عليها هي اليوتيوب. فعلا إن شاء الله ننجح، وإن شاء الله نوصل للرقم اللي ببالي، وطبعا بفضلكم، من دونكم ما رح نقدر نوصل لشيء، فتابعوني إذا مو متابعيني. حابة إنه يكون عندي استوديو خاص إلي لشغلي، لليوتيوب، للأفكار اللي بصورها وإلى آخره. وطبعا التيك توك ما لازم ننساه، لأنه بفضله اتطورنا بسرعة الصراحة، فكمان أريد أستمر عليه، وأريد
يعني ما أهمله، لأنه بالفترة الأخيرة اللي راحت أهملته بسبب ظروفي الخاصة. وبلكي إن شاء الله بنوصل ل1,000,000 متابعة على التيك توك، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يتحقق. وطبعا 1,000,000 على اليوتيوب. أنا حاطة هذا الرقم ببالي، فكلش راح أكون فرحانة إذا نجحت. ماكو شي مستحيل، أنا دايما أقول ماكو شي اسمه مستحيل. فتخيلوا إشقد ما تقدرون، وأحلموا إشقد ما تقدرون، واشتغلوا إشقد ما تقدرون، وسووا كل اللي عليكم. بالأخير إذا وصلتوا ولا ما وصلتوا راح تكونون فرحانين ومبسوطين بالشي اللي وصلتوا له، لأنه أنتوا عارفين إنه أنتوا بذلتوا كل جهودكم لحتى توصلون. فماكو شي مستحيل. طبعا حطيت هذا الرقم، وإن شاء الله نوصل، إن شاء الله نوصل. بلكي يا رب إن شاء الله ننتقل من هون ونغير مكاننا، فنشوف. طبعا حطيت شغلات للبيت مثل المكتب هون، شغلات أنا بحبها إنه تكون هيجي ببيتي. وأنا ما بركز هواي على الماركات، بس هاي الساعة تفصالها كلش بحبها، فإذا الله راد نجيبها. طبعا الأصلية. طبعا هذا هم للبيت، يعني إذا قدرنا نتحول نجهز البيت بطريقة كلش حلوة. إذا الله راد نتخرج هاي السنة وننجح بخير وسلامة. بدي أركز بالتيك توك باليوتيوب، وبشوف هالبرنامجين مهمين بالنسبة لي أكثر. لهيك اهتمامي بالانستغرام كلش قليل، وحتى حاطته خاص. بس إذا الله راد وخلصت الشغلات المهمة علي راح أفتح الانستغرام مالتي، وعندي أفكار هواية أريد أسويها، ونشوف إن شاء الله خير، وإن شاء الله نتوثق كمان. ماكو شي مستحيل، لهيجوا احلموا قد ما تقدرون. إذا صار كله خير، إذا ما صار بيصير السنة اللي بعدها، يعني ماكو شي مستحيل. بس طبعا راح نشتغل عليه. وحتى هون طبعت مقولات، مثلا سأبتسم كل يوم لأجلي فأنا أستحق السعادة. طبعتها لحتى ما أنسى هذا الشي. وكمان طبعت إنه 2025 هي سنتي. أنا صار لي 8 سنين ما زرت العراق نهائيا، يعني من وقت ما طلعت صار لي 8 سنين. وأتمنى إنه هاي السنة ظروفي تسمح لي وأرجع أزور بلدي وأزور اللالش. اللالش هي أكثر مكان حابة إنه أزورها ومشتاقة له بقد الدنيا كلها. فأحس إذا رحت لهون كل شيء راح يكون بخير. فإن شاء الله أقدر أحقق هذا الشيء، وإن شاء الله أقدر أروح هاي السنة. فطبعا راح أحط كل الصور وأشارككم النتيجة النهائية. خليني أحكي لكم ليش الناس صارت بفترة الأخيرة تسوي لوحة الأهداف. لأنه لوحة الأهداف أول شي بتكون قدام عيونكم، وبتكونوا مركزين على أهدافكم وعارفين أنتوا شنو تريدون. لهيك الناس صارت بفترة الأخيرة تركز على هذا الشي هواية، وإنها تحب إنه أهدافها تكون قدام عيونها صراحة. وهيك منكون خلصنا اللوحة، وشوفوا الشكل النهائي. وهذا الشي لما يكون قدام عيونكم راح يعطيكم التشجيع إنكم تشتغلون لحتى توصلون للشي اللي تريدونه. وبنفس الوقت راح يعطيكم معلومة واضحة إنه هدفك أو هدفك لهاي السنة مثلا إنه أتوفق، أتخرج، أنجح، أشتغل أكثر. في شي اسمه قانون الجذب. ولما بتكون هاي الشغلات قدام عيونكم، الشي اللي انتو رايدينها ومآمنين بعقلكم إنه انتو راح توصلون وتشتغلون، بالنهاية راح توصلون. إذا كان هاي السنة أو السنة اللي بعدها أو بعد شهر أو شهرين راح توصلون، يعني راح توصلون. بس لازم تشتغلون على نفسكم وتحطون هدفكم قدام عينكم وتجتهدون وتآمنون، وهيك راح توصلون. فإن شاء الله تكون عجبتكم هاي الفيديو حبايبي، فاكتبوا لي حبايبي بالتعليقات
انتوا شنو رأيكم بلوحة الأهداف وكيف تشوفون الفكرة من الأساس؟ راح يفرحني كلش هذا الشي، وابقوا بخير ونلتقي بفيديو آخر.